هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا. اختراع كده جميل وعجبني وعجب الولاد وعجب جوزي وعجب، يعني عجبهم كلهم بصراحة. كان اختراع جميل جدا وحلو جدا وهيعجبكم ان شاء الله جدا. يعني مش بس الصين اللي بتعرف تخترع بقى يعني الصين تخترع في التكنولوجيا بقى والحاجات الحديثة وكده، واحنا نخترع ونبدع بقى في الأكلات. الوصفة دي جميلة قوي قوي قوي. بصوا يعني هتعجبكم جدا وسهلة وكلها، يعني كلها توابل كده بقى وحاجات كده جميلة بقى من اللي انتوا بتحبوها دي. وهتعجبكم، هتكون خفيفة كده ولذيذة وان شاء الله هتعجبكم وهنعملها مع بعض. وبصوا بقى انا عايزاكم كده تمتعوا نظركم كده بقى وتشوفوا الحلاوة والطعامة اللي احنا شايفينها، يعني قد ايه ان الوصفة جميلة وحلوة وشكلها. وطبعا العين بتاكل قبل البق بقى زي ما بيقولوا كده يعني بالمصريين. يلا نشوف الجمدان ده اتعمل ازاي. معانا هنا بقى طبعا التوابل بتاعتنا: البصل بودر، توم بودر، كاري، روزماري، بابريكا، كمون، فلفل اسمر، مكعب مرقة، كزبرة، ورق لوري مطحون طبعا، وسبع بهارات وملح. طبعا تقدري تاخدي التوابل دي سكرين او تكتبيها زي ما تحبي يعني. ومعانا هنا برضو مية من مية البصل. انا جبت بصلاية بشرتها ورحت صفيت المية بتاعتها، خدت المية بتاعتها وبقية البصلاية انا عملت بيها رز عادي يعني ما رميتهاش ولا اي حاجة. طبعا هنا معانا ليمونة كاملة ومعلقة من الصلصة، معجون الصلصة. ده بقى الحكاية بتاعت الوصفة بتاعتنا هنا. ده مع لون طعام، لون طعام يا جماعة صحي من عند العطار، حلو جدا يعني سايل. يعني بلاش اللون البودر، يعني ما انصحش يعني بصراحة بقلق بقى وبخاف منه يعني. انما اللون السايل بيبقى يعني شوية اضمن بكتير يعني. ده لون احمر سايل من عند العطار. طبعا انا هنا غاسلة الفراخ طبعا ومظبطاها وشايلة الجلد بتاعها زي ما احنا شايفين، وعملت كل الحاجات دي كلها على بعضها. بس طبعا انا ايه هحط زيت على الوصفة دي علشان تبقى اللي هي مرنة معانا كده ولينة كده بقى وتدي معانا اللون، واللون بقى يبقى طابع كده وشكله حلو زي ما احنا شايفين. وابدأ برضو تاني انزل الفراخ فيها. طبعا انا فتحت الفراخ كده فتحات عشان تشرب من الصوص بتاعها او التتبيلة وتشرب منها كده، حاجة كده روعة والله العظيم. ريحة التتبيلة طبعا هي البهارات لوحديها فظيعة. وهتعجبكم جدا 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 يعني. اتمنى يا رب ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رأيكم، وهتعجبكم جدا بإذن الله. انا هنا بصوا بدخل في الفراخ التتبيلة بتاعتي او التوابل بالبهارات واللون ده. والله يا جماعة مش مفهوش خطر ولا اي حاجة. عملت كل الفراخ بتاعتي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يعني ممكن اسيبها ساعة مثلا اقل حاجة في التلاجة زي ما هي كده، اغطيها واحطها في التلاجة. بعد ساعة هاجي بقى تاني. عندك اللهم صل على النبي، عندك صينية ماشي، عندك صاج مفيش مشكلة برضو. نحط اهم حاجة نحط عليه الورق اللي هو الفويل ده. لو عندك صاجة كده حطيها ودهنيها كده بالزيت زي ما احنا شايفين. الزيت ده علشان الفراخ بتاعتنا ما تلزقش، يعني اللي هو ما تلزقش واحنا لما نيجي نسويها او حاجة فتمسك في الشبكة. تمام كده من غير مية ولا غير اي حاجة، هي هتسوي نفسها والدنيا هتبقى تمام التمام يعني. وجربوا بنفسكم وشوفوا طبعا. يعني انا مش يعني بصوا انا بعمل لكم الحاجة وانتوا يعني من شكلها ان شاء الله تحبوها، ولما تجربوها تحبوها اكتر وباذن الله والله المستعان. انا رصيتها كده هروح احطها في الفرن زي ما احنا شايفين كده بالصاج او اللهم صل على النبي بالصاج. وعليها بقى الشبكة وكده واحطها في الفرن لحد ما تنشف وتبقى كده تاخد اللون برضو معانا، واللي هي كده خلاص بقى ايه ابتدت تدخل في السوا. شايفين اللون بتاعها يا جماعة، لونها حلو قوي. اي صوص بقى بينزل منها بينزل على الصاج ده، ما بينزلش في الفرن. يعني اللي هو بحيث بقى ايه ما تبوظيش الصينية او الفرن اللي انتي حطاه فيها. انا بقى افضل اقلب بقى فيها كده كل شوية لحد ما تستوي. والله بصوا يعني تحفة.
هفضل اقلب بقى فيها كده لغايه اما تستوي واحس بقى خلاص ان هي بقى ابتدت كده تاخد وتدي كده واستوت. وشكل الفتحات اللي انا عاملاها فيها شكلها حلو جدا جدا، ولا كأنها والله قال لي كده. يعني جوزي قال لي كأنها مشوية على الفحم وحياة ربنا. حلوة جدا ما شاء الله، ولونها جميل يعني يعني وبألف هنا بجد، ودي حاجة تفتح النفس. هي كده خلاص شبه استوت. انا شلت الصاج من تحت لما اتأكدت تماما ان هي ما بقتش تنزل اي صوص او اي سوائل. وخلاص كده استوت، ونقدم بقى الطبق بتاعنا. هقدمها بقى هنا على طبق طبقة من البقدونس. طبعا انا غسلاه ومنشفاه جدا وتمام التمام بقى. حاجة سهلة وبإيدك انتي ونضيفة جدا، ولون بقى اخر حلاوة يا جماعة. شايفين اللون خطير، حلو قوي. اتمنى تجربوها بجد، وان شاء الله يا رب تعجبكم. يعني تنفعكم حلوة قوي في العزومات، تنفعنا طبعا رمضان جاي بقى، اللي هو نتدرب بقى كده على حاجات جديدة. بحيث لما نيجي نعزم حد كده يعني ان شاء الله نعمل له حاجة جديدة، يبقى هو مثلا يسألك عاملاها ازاي. حلوة قوي. تسلم ايدك، فما تبقاش حاجات تقليدية. لازم نجدد كده في الأكلات عشان ما نزهقش. هو طبيعي الفراخ والحاجات دي كلها يعني ممكن نكون بنعملها بطريقة مثلا واحدة أو كده، بس لازم تخترعي كده وتغيري بقى. بصوا يا جماعة الكلام يا جماعة، يعني مش قادرة أقول لكم على الحلاوة والطعامة والجمدان اللي انتوا شايفينه ده، والله حاجة جميلة قوي. هنقدمه برضو هنا مع رز، رز أصفر. يعني هو رز عادي، انا مش عامله رز بسمتي، بس ده رز عادي ابيض. وانا عملته كده بالكاري وبصلايه صغننه كده وتوابل بقى وظبطته. طبعا لو في سلطه تبقى حاجه يعني تحفه. حاجه حلوه قوي والله، وعلى ان شاء الله ان شاء الله في مستطاعنا وعلى قد ايدينا ويبقى الف هنا يا رب، واتمنى تجربوها. ولو أول مرة بقى تتفرجوا عليا، يعني يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا أي جديد، وتعملوا متابعة. وأتمنى تجربوها والله. يعني إن شاء الله. وجانا بتعملكوا لايك برضو. شايفين يعني ايه رأيكم بجد؟ يعني أتمنى تقولي رأيكم في شكله أو في شكلها. ويعني مش عارفة والله أقول ايه تاني، بس هي حلوة قوي إن شاء الله، وأتمنى تجربوها يا رب وتعجبكم. واتمنى انا كمان يكون الفيديو عجبكم، واكون خفيفة على قلبكم. واشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم.